السلام عليكم يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب كده تكونوا بألف خير. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله كده تكونوا يا رب بألف خير. بصوا بقى، انا النهارده معايا ايه؟ بصوا معايا كيكه. دي كيكه على فكره، كيكه انا كنت عاملاها وفاضت عندي يعني بقالها كام يوم كده. بس انا بصوا بقى باخدها احطها في شنطه واربطها واشيلها في الفريزر عادي جدا 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 زي العيش، هتطلعيها كانك لسه عاملاها، مفيش اي مشكله. بصوا معايا هنا الشوكولاته دريم، دريم اللي هي بالحليب دي طبعا عارفينها كلنا. ومعايا ميكسيتيلا نوع تاني. معايا هنا كده بسم الله الرحمن الرحيم شوكليت شيبس. انا افتحه انا بقى بس عشان هنا انا مش هعرف افتحه دلوقتي قدام الكاميرا. بصوا بقى معايا انواع من العلب. ادي نوع من العلب ده كلنا برضو عارفينه، وادي نوع تاني من العلب. بصوا ده برضو كلنا اكيد عارفينه، طبعا احنا شاطرين وعساسين وعارفين كل حاجه. بصوا ده طاجن بنشتري، طبعا احنا بنشتري الحاجات دي برضو، انا بشتري الطواجن ديت. يعني انا بشتري طبعا الحاجات اللي في المحلات اللي بالطواجن، فالطواجن الصغننه الحلوه المحندقه دي انا بشيلها مش برميها. تعالوا بقى نعمل حاجه حلوه النهارده وحاجه جميله ومش مكلفه وزي بتاعت بره بالظبط، بجد بجد هتطلع زي بتاعت بره بالظبط. يلا بقى كده بينا نصلي على النبي ونشوف وصفتنا. واللي ما اشتركش في القناه يشترك في القناه، انا قناه يوميات اسماء في المطبخ. يا ريت تفعلوا الجرس وتشتركوا في القناه عشان ان شاء الله ينزل لكم كل جديد. يلا بقى نشوف هنعمل ايه. بصوا بقى حبايبي، مبدئيا هناخد باكت الشوكولاته دوت اللي هو دريم شوكولاته مطبخ. بصوا انا هاخده كده افتحه وهحطه هنا. طبعا هكسره بس كده علشان هاخده كده احطه هنا اهو. اهو هحطه كده وهاخده طبعا على نار هاديه جدا، مش حمام ميه علشان ما اقعدش اطول معاه كتير، على نار هاديه جدا. بصوا هحط له بصوا ايه نقطه زيت عشان تخلي لونه بيلمع فوق الكيكه اللي هنعملها. بصوا نقطه زيت كده صغننه. هاخده بقى طبعا كده على النار على بال انا معبي الطواجن بتاعتي، هحطه على النار يسيح. يلا ناخده نحطه على النار ونقف بقى نرجع نعبي الطواجن بتاعتنا. بصوا بقى حبايبي، دي كيكه انا كنت عاملاها واللي في البيت عندي ما كلوهاش، يعني هما اصلا هي حلوه طبعا وجميله. بصوا حتى عامله زي الجاتو بالظبط، والله لو دقتوها يعني انا اتمنى ان انتوا تدوها جاتو. بس طبعا انا كنت عامله كميه كبيره، وطبعا انا شلتها لما لقيتهم هم ما كلوهاش، شلتها في الفريزر. طبعا احنا في ظل الاسعار وفي ظل اللي احنا فيه ده، احنا حلوين وجمال مش بنرمي حاجه طبعا، ده المفروض يعني. ودي شوكليت شيبس. بصوا طبعا بنجيبها من عند اي حد، مستلزمات حلويات بالجمله. دي مش غاليه كلها على بعضها، سعرها مش هيعدي ال 40 جنيه، بس هنعمل منها حاجه حلوه وجميله ولذيذه وكلنا هنحبها. بصوا بقى، انا هجيب الطواجن دي زي ما قلت لكم الصغننه الحلوه دي، هاخد شويه من الكيك كده نعمل ميكس كده حلو اهو. بصوا اخد شويه من الكيك هكسرهم كويس كده في الطاجن. والله يا بنات جاتوه جاتوه طعمها روعه روعه، يعني بجد بجد من الحاجات اللي طعمها بحبها جدا. بصوا بصوا انا هاخد طبعا شويه شوكليت شيبس. بصوا هدخلهم في قلبيها علشان اللي ياكل يحس بالطعم بتاع الشوكولاته. انا عايزه اشتغل بايدي والله، بس انا مش راضيه اشتغل ايه بايدي. بصوا اهو، وهقلب جوه الطاجن علشان كله يدخل في بعضه، الشوكليت شيبس مع الشوكولاته وكله. عامله الطاجن بس هسيب مساحه طبعا لكميه الشوكولاته اللي انا هحطها من فوق اهو. بصوا حبايبي، اضغط عليها كده علشان ايه الشوكولاته تثبت كمان تحت فيها وكله يبقى واخد من بعض، والشوكولاته اللي بنسيحها هنحطها من فوق. برضو الطاجن التاني، انت بقى عندك كميه كبيره، كميه كيكه كبيره، او حتى انت ممكن تعملي قالب كيك وتفروليه كده وعادي جدا وتعملي له ايه
تعملي كده زي انا ما يعني نفس الوصفه ونفس الطريقه. هيعجب برضه ضيوفك، هيعجب ولادك. كيك عندك بقى تعمل له اعاده تدوير، كله ايه حلو. اهو انا بصوا بقلب الشوكليت شيبس جوه في قلب الكيكه، علشان اللي ياكل يحس بالشوكليت شيبس كده ايه، تطلع في بقه كده وتقرمش ويبقى طعمها حلو. حط كمان شويه من الكيك. اهو. طبعا بقى انت حابه تعملي في الطواجن ديت، كل واحد ياخد الطاجن بتاعه ما يفيدش حاجه. حابه تعملي في العلب ديت برضو حلوه برضو ومعقوله، واللي هياكلها مش يعني مش هيسيب فيها، فبالتالي مش هيفيد. حابه تعملي في الكبير ده، بس انا طبعا ما برجحش الكبير ده، لان مين اللي هياكل كل دي لوحده؟ بس فاحنا هنعبي بقى كل الطواجن دي مع بعضها. وانا عندي هنا برضو الشوكولاته اللي هي الميكسيتيلا ديت، هاخد منها، بصوا، هاخد منها معلقه كبيره، هحطها في الشوكولاته اللي بتتسيح على النار. طبعا انا هاخدها اسيحها شويه، عشان بصوا كنت حطاها في الفريزر، هاخدها اسيحها شويه واحط في الشوكولاته اللي على النار. وطبعا كل ما انت بتجيبي نوع شوكولاته حلو بيديك التست بتاع بره، بتاع المحلات بره. لازم تجيبي نوع شوكولاته حلو ويكون طعمها حلو ولذيذ، علشان تديكي التست بتاع طعم المحلات اللي بره، عشان تحسي ان انت مشتريه الحلويات دي من بره. يلا بقى انا هسيح الشوكولاته ونيجي نشوف هنحطها على الطواجن ازاي. بصوا حطينا الطبقه التانيه بقى، بصوا بقت عامله ازاي، بصوا لسه كمان اما تنشف وتدخل التلاجة. وادي بقى بصوا الشوكليت شيبس اهو، بسم الله الرحمن الرحيم، في النص كده او على الحروف. احلى حاجه حلوه جدا جدا جدا. اطباق السعاده، انا بسميها اطباق السعاده. ايه رايكم بقى؟ بصوا شوكليت شيبس اهو، نجيب معلقه بقى كده عشان ندوقها. بصوا كده ندوق دوت، بسم الله الرحمن الرحيم اهو. بصوا بسم الله. امم امم بجد بجد روعه. كده يا بنات روعه روعه روعه. جربوه بقى ان شاء الله كده، يا رب يعجبكم. ومكونات كده بسيطه عندكم في البيت، عملتوا احلى طاجن، طواجن السعاده. اشوفكم بقى في فيديو جديد، باي باي.